لأي قتل من الطرفين. ونقدر أوريك إنه الكيزان لا مع جيش ولا مع دعم سريع. الكيزان يظهر خلاف ما يبطن، وهذا هو النفاق. اللي بيبطنوه حقيقة جوا والباقين عليه دار يحكموا براو. أديك وسائق الليلة من كلام الكيزان في الفتنة الليلة حقتنا، ما كلام قديم. قال صدقا أنا بحزن لأي قتل من الطرفين، أسمع، من الطرفين، لكن ما في اختيار آخر. يعني في النهاية أنا بحزن إذا مات الطرف ده ولا الطرف ده، الجيش ولا دعم سريع، لكن ما في خيار، يموتوا الاثنين ديل وديل. طيب اللي يحكم منه؟ دي وسيلة خطيرة جدا لأي زول يعرف مكر الإخوانجية الكيزان دي بس. والما سمع كلامي كله من أول، بس اسمع دي بس. الجماعة دي اللي همهم في جيش الكيزان يعني، ولا همهم في دعم سريع، ولا همهم في الشعب السوداني الغلبان المسكين الما لاقي لقمة العيش. لا 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 لا، همهم قال لك اللي بيصلح البلد دي. لا صلاح ولا نجاح للبلد دي إلا تحكم الحركة الإسلامية والمشروع الإسلامي. ده كلام لأنس عمر الإخواني الخبيث الضال المضل الضلالي، قالوا هسه بالفتنة دي. وده كان ممن يشعلون نار هذه الفتنة. فاطر وين، وماشي شارب سحور وين، وطب عشي وين، ويفتن في الناس. الكلام ده سبحان الله مرق منه واتقبض فيديو صورة وصوت. ده براو كفاية. اللي بيسمعوا بيعرف انه الكيزان ده هم سبب اي زول مات ولا انجرح ولا اتخدش، هم الحركة الإسلامية لإخوان المسلمين الكيزان. اسمع الكلام ده كويس، ما كلامي أنا، ما جبت حاجة من عندي. اسمع الكلام ده كويس. الآن تعيش أسوأ أيامها الحالكة. لا نجاة لأهل السودان، ولا أمن ولا أمان لأهل السودان إلا بقيادة المشروع الإسلامي لهذا البلد الحكيم. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. قال لا أمن ولا أمان لأهل السودان إلا بقيادة المشروع الإسلامي لأهل السودان. المشروع الإسلامي ده المنو؟ الكيزان، الأخوان المسلمين. وبعدين الكلام ده شرك بالله ذات. الأمن والأمان والرشد والرشاد والطمأنينة من الله، ما من الكيزان. يا ساقط عقيدة، يا قاد توحيد، يا ما قريت دين ولا إيمان. لأنه ربنا قال وما بكم من نعمة فمن الله. ربنا سبحانه وتعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أإله مع الله يا أنس عمر، يا جاهل يا مضل يا ضلالي. أإله مع الله؟ الأمن منك أنت ولا من الحركة الإسلامية الأخوان؟ أمشي قدام. قال لك ما في أمن ولا أمان ولا قيادة للبلد دي إلا للحركة الإسلامية الكيزان الأخوان المسلمين. يبقى الكيزان في الحقيقة جوا لا واقفين مع دين لا ما واقفين مع دين، عكس الظاهر اللي بيسووه، عكس الظاهر اللي بيسووه. الناس دايرين روحهم بس، حتى لو الشعب يتدمر دمار شامل زي ما قال الكوزة النعمان الجبيل. الله ربنا يصلح الحال ويصلح بين الجميع ويرفع الفتنة، وهذا ما نرجوه وندعو به. طيب يا جماعة، واجبنا شنو؟ واجبنا أول حاجة ما نسمع الإشاعات. الإشاعات بيبثوها منو؟ الكيزان وأبواقهم في الفيسبوك. زي واحد مجرم اسمه الانصرافي، ده أخو مسلم كوز تلميذ صلاح قوش، ده مجرم وكذاب ودجال، لا يجوز السماع له، لأنه ده بيوقد الفتنة وداير السودانيين المسلمين يموت ويقتل بعضهم بعضا. دي واحد مجرم تاني اسمه عثمان زنون، مشى بلايف، خش محل وافتاهم فتوى لا علاقة لها بالدين الإسلامي ولا بالأخلاق ولا بسودانية ساكت، ما عنده علاقة. قال لهم شيلوا واسرقوا الدقيق واسرقوا السكر واسرقوا، قال لهم لأنه ده مالكم. 200 كانت السرقة حلال يفتى بحلها يا زنون. 200 ما بيجوز. عشان كده الليلة الناس شايلين مقطع الفاشل، وده كوز تلميذ الترابي. زنون ده تلميذ الترابي كان معانا في الجامعات، كان بيجيب برا ذاته احتياطي برا. ده
تلميذ الترابي ما يغشك ساكت يقول لك لا نعم، والله تلميذه. وإلى اليوم كوز، إلى اليوم أخو مسلم شايلين فتوته. بعض الناس، ما أقول كلهم، وإلا الشعب السوداني فيه رجالة وكرم وشجاعة وأمانة، بعض الناس ضعاف النفوس شايلين فتوى ضعيف النفس ده، لافين بها، واحدين ينهبوا في السوق المحلي، واحدين ينهبوا في دكاكين الذهب في السوق الشعبي الخرطوم، وفي وين، وفي 13 وفي غيره، شايلين فتوى. ده بتاع فتوى، ده الحمد ما حافظها، وإذا حفظها ما يقدر يقراها صحيحة. فتوى شنو؟ ولا عنده علاقة بالدين الصحيح الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. واحد فاشل ثالث اسمه أبو رهف، ملصق لي شنب صناعي وعريان، بيجي اللايف عريان، جسمه أنعم من النساء، يتكلم يتبغبغ. ديل كلهم أو جلهم قاعدين برا منعمين، ويصرفوا لهم بالدولار أعداء الله من اليهود والنصارى، ويقول لهم أنفقوا في نار الفتنة وزيدوا النار في السودان عشان الشعب السوداني يحرق ويموت ويغتصبوا نساءه ويموتوا أطفاله ومساجدهم تتقفل، عشان نجي نحن الكفار من اليهود والنصارى نسرق الذهب. السودان يا جماعة